راهب يوناني متوحد في حته اسمها جبل اسوس، مشهوره قوي، رهبانه شديده عندهم، بيصلي عشان يظهر ابن اخته، ابن بنت اخته، يعني حد كده طفل وجاله كانسر، فبقى راجل بركه وحبيس، يعني مش اي حد بيصلي يعني. ففضل يصلي فضل يصلي فضل يصلي، الواد مات. فمن جوه مع العمر ده كله حته جوه اتكسرت، ما قالهاش بلسانه لانه لا يجرؤ ان يقولها لله، بس ربنا كان حاسس انه مكتوم، يعني قلبه بيقول له انا زعلان منك يا رب، ما قالهاش بلسانه بس قلبه ايه، ربنا شايفه. وفضل مكتوم في حاجه جواه اتطفت، حس ان كل اللي قاله عن حياه التسليم وكله للخير والسماء وجمال الفردوس اتطفى. في يوم من الايام ما بين يقظه وما بين نوم شاف المسيح واقف قدامه في القلايه بتاعته، هو كاتب كده، وخده من ايده ووداه الفردوس. وكان الفردوس طبقا للرؤيه دي، لان دي رؤيه ليها غرض، متقسم سيكشنز. يعني ايه متقسم سيكشنز؟ يعني هنا كذا، هنا الشهداء، هنا القديسين، هنا كذا، هنا كذا، هنا كذا. فدخل عند سيكشن اول ما شافه لقى كل الناس شعرها واقع وحواجبها واقعه، فعرف ان ده الناس اللي ايه، ماتت بالكانسر نتيجه الكيموثيرابي، بيعمل دي سايد افكتس بتاع الكيموثيرابي، فهو عرف. وفجاه المنظر اتغير، الناس دي شعرها رجع، والشحوب اللي في وشها بقى فرح وهيصه وتهليل، منهم اطفال صغيره، منهم ابن بنت اخوه ولا وات ايفر، يعني هو كان خلق امها مثلا او حاجه زي كده. وابتدى هو يفرح، وسمع صوت بيقول له انت زعلان من المرض ده؟ قال له عارف كل دول لولا المرض ده ما كانوش دخلوا هنا. يعني اتاري المرض اللي في بدايه القصه كنا احنا بنقول ليه يا رب، كان هو سبيل خلاص نفوس كتيره